بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. متابعي قناة مفتاح السكينة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا أحبتي في الله معكم متواصلا عن الموضوع ديال الاستعداد القبلي للصلاة. وقبل أن أخوض في الموضوع ديال اليوم، نتأملوا معايا أحبتي كيف أن الإنسان سبحان الله عادة عندما غادي يكون في شي موعد، في شي لقاء مع شي مسؤول ومع شي إنسان عنده مكانة في المجتمع، كيفاش كيكون فيه داك الهم، وكيفاش كيكون فيه داك التفكير ب هذاك الموضوع ديال هذاك الشخص اللي غادي يتلاقى به وغادي يكون في الضيافة ديالو. سبحان الله كيف كيكون التفكير ديالو، وكيفاش كيستعد وكيفاش كيهتم بهذاك اللقاء وكيفكر فيه، كيفاش الانسان انه كيتنظف ويعني كيقلب على العطور الغالية وكيلبس حتى الثياب احسن ثياب كيقلب عليها باش يلبسها. يعني واحد المثال عجيب. شوف، تنبيها للعباد كينبهنا الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. كينبهنا الله سبحانه وتعالى على هذاك اللقاء ديالنا به 5 مرات في اليوم، كيفاش أنه الإنسان هذاك اللقاء مع الله سبحانه وتعالى خصو دائما يكون على أهبة. ولذلك كما رأينا كاين مجموعة من الأمور شرعها الله سبحانه وتعالى قبل ما يدخل الإنسان للصلاة للقاء الله، منها الطهارة اللي شفناها، منها الأذان، منها كل تلك الآداب التي جاءت في النصوص الشرعية، التأهب بالطهارة وتوابعها إلى غير ذلك. وكذلك هذا الموضوع اللي غنوقف معه اليوم، يعني فيه واحد زيادة تنبيه الإنسان باش يتخذ دوك التدابير قبل ما يوقف أمام الله سبحانه وتعالى، ويكون على أتم أهبة ويستعد ويعرف بأنه قد يكون في الضيافة ديال الله سبحانه وتعالى. ولذلك كنلقاو بأن مجموعة من النصوص الشرعية كتأكد زيادة على ما ذكرنا، كتأكد على هذا الأمر، باش لعله وعسى المؤمن يترسخ في الذهن ديالو هذه القضية ديال اللقاء مع الله، وبأنه الإنسان غيتلقى مع الله سبحانه وتعالى، مع مالك الملوك وكذا، باش يحاول ما يمكن يستعد لهذاك المقام. كنلقاو أيها الأحباب الكرام من بين الأمور التي ركزت عليها الشريعة الإسلامية في هذا الأمر الاجتهاد في الإتيان إلى الصلاة على واحد الحالة ديال السكون والوقار. شوف، الاجتهاد، علاش قلنا الاجتهاد في الاتيان؟ لان هذا الامر في الحقيقه كيحتاج من المؤمن لواحد المجاهده، واحد المصابره يوميه متكرره 5 المرات في اليوم. ولذلك يصعب جدا على المؤمن الى ما انتبهش ودرب راسه وكون راسه على هذا الادب هذا، أن يأتي إلى الصلاة على واحد الحالة من الخشوع والسكينة، ويتوجه العقل ديالو والقلب ديالو لهذاك اللقاء، أنه سيلتقي مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك تحقيقا لهذه الغاية كنلقاو بأن كاين واحد العدد من النصوص تحث على هذا الاستعداد القبلي مباشرة بعد ما يسمع الإنسان الأذان. ركزت الشريعة الإسلامية على ضرورة يخلي الإنسان المشاغل ديالو ويمشي للقاء الله سبحانه وتعالى، باش حتى تحصل له ديك الحالة ديال الخشوع، ويدخل للصلاة ديالو في اللقاء ديالو مع الله سبحانه وتعالى على واحد الحالة من التأهب. أول ما نلاحظه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول في الحديث اللي رواه الإمام البخاري، اش كيقول لنا؟ قال لنا: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة زين وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. شتي؟ ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي واحد الحديث آخر في البخاري نيت: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، يعني سمع الصوت ديال الناس كيجريو باش يدركوا الصلاة،
فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم اش قال لهم ما شأنكم؟ رجع لهذوك يسولوا، قالوا استعجلنا الى الصلاه يا رسول الله، باش نركوك زعما نركو مع الصلاه معك. قال لي اشنو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ انكر عليهم، قال لهم لا تفعلوا اذا اتيتم الصلاه فعليكم بالسكينه، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. علاش؟ لان الانسان ملي كيجري ويدخل للصلاة بدون سكينة بدون وقار، بهذاك الجري ولا بهذاك كذا، ما غاديش يعقل باقي في الصلاة ديالو، غادي يكون فيه واحد النوع من الذعر، غادي يكون فيه واحد النوع من الاضطراب، ما غاديش تكون هذيك السكينة. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القضية دي. كذلك كنلقاو من الأحاديث في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. بمعنى الإنسان بلي تشغلوا شي حاجة من الجوع والأمور اللي هي ضرورية وطبيعية، يعني يتخلص منها هو الأول. إذا وجد الطعام كياكل الإنسان، إلى الإنسان غيقضي الحاجة ديالو الطبيعية البيولوجية كيمشي كيقضيها هو الأول، باش ما يدخلش للصلاة وهو مشوش. إذا لا صلاة بحضرة الطعام، ما يصليش الإنسان وباله مشغول بالطعام. كذلك قضية الجوع، يكون الإنسان جائع، إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب كما جاء في صحيح البخاري. بل ذكروا بعض العلماء سبحان الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. شنو قالوا؟ قال لك ودي راه هذا سكارى، قال لك حتى من حب الدنيا، ذكروا فيه القضية ديال حب الدنيا، وأن هذا فيه يشمل كذلك كل ما فيه الصد عن الإتيان إلى الصلاة في أول وقتها. فهذا فيه واحد تنبيه كذلك على أن المؤمن خصو يحاول ما أمكن ينتبه باش الذهن ديالو يكون خالي من كل المشاغل الدنيوية. إذا هذه النصوص كلها أحبتي الكرام فيها واحد النوع من البيان ديال الأهمية الاستعداد القبلي للصلاة، وما يدخلش الإنسان للصلاة والبال ديالو مشوش. ولذلك الانسان اللي كتلقاه كيجلس حتى كيودن الاذان وكيجلس من بعد وينتظر، قال لك ودي راه باقي الحال وكذا، فهذا غالبا ما كتلقاه كيدخل الصلاه فيه واحد النوع من الاضطراب. وخاصه هذوك الناس اللي كيمشيو للمساجد، كتلقى الانسان كينسى الهاتف ديالو مفتوح ما سدوش، ولا كينشغل بشي موعد، ولا كيتكلم مع شي واحد، والنتيجه شنو هي؟ هذا غالبا ما كيستافدش من الصلاه ديالو، وما كتحققش ليه الصلاه ديالو الطمانينه والسكينه المطلوبه. وهنا سبحان الله شوف الشيطان اللعين الذي كيوسوس للانسان باش يتاخر، راه باقي الحال، راه يلاه ودن كذا. ولذلك خص الإنسان يحاول ما أمكن باش أن يكون من الذين يسارعون إلى تلبية نداء الله سبحانه وتعالى. شوف حتى الله سبحانه وتعالى ذم المنافقين، من بين الأمور اللي ذمهم بها الله سبحانه وتعالى قال لك ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. إذا الإنسان يحاول ما أمكن باش ما يكونش فيه هذا الوصف هذا اللي كاين في المنافقين، انه يتكاسل، انه يقول لك راه باقي الحق، وانما خصو يحاول ما امكن يستجمع القوه ديالو عند كل اذان باش يدخل لهذيك الصلاه ديالو مرتاح، ويكون من الاوائل اللي جاب الله مشى للمسجد ينتظر فيه الصلاه بواحد الوقار. الا مشى الانسان للمسجد يكون عليه الوقار وتكون عليه السكينه، ويتخلص من جميع المشاغل ويحيد الهاتف يطفيه وكذا، باش يعني يكون يدخل الصلاة ديالو على أحسن وعلى أكمل وجه، باش يتلقى مع الله سبحانه وتعالى على حالة حسنة. فأدعوكم جميعا مجددا أحبتي في الله إلى أن نلتزم بهذه الآداب حتى نتنعموا باللذة اللي كاينة في الصلاة وفي المناجاة ديال الله سبحانه وتعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.